بات نجم نادي موناكو مغناطة كليوش بعيدا أكثر من أي وقت مضى عن تمثيل منتخب الجزائر الأول في الفترة المقبلة، بعدما كان قريبا من ذلك في وقت سابق، بعدما حدث تحول مفاجئ في مستقبله الدولي وفق ما كشفت عنه صحيفة ليكيب الفرنسية. ويعتبر كليوش صاحب 22 سنة واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في مسابقات الدوري الفرنسي خلال الموسمين الأخيرين، ويقدم مستويات كبيرة برفقة فريقه موناكو، كما تألق في الفترة الماضية مع منتخب فرنسا الأولمبي في الألعاب الأولمبية بباريس. ورغم أن تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن ديدي ديشان مدرب منتخب فرنسا الأول لا يفكر في استدعاء نجم موناكو في الفترة الحالية، لا يزال اللاعب ينتظر الحصول على فرصة ولم يلجأ بعد إلى الخيار الآخر الذي يمكنه من تمثيل منتخب بلاده الأصلي الجزائر. وكان الاتحاد الجزائري قد تواصل مع اللاعب في وقت سابق من العام الحالي من أجل محاولة إقناعه على تمثيل الخضر، وذكرت المصادر أن اللاعب منح الموافقة المبدئية على ذلك، لكنه طلب منحه وقت إضافي قبل اتخاذ القرار الرسمي والشروع في إجراء تغيير الجنسية الرياضية. وفي الوقت الذي كان فيه الاتحاد الجزائري ينتظر تحرك اللاعب من أجل تغيير الجنسية الرياضية، يبدو أن الموازين انقلبت في الأسابيع القليلة الماضية، فحسب ما نقله موقع فوت ميركاتو عن صحيفة ليكيب فإن كليوش يفكر جديا في مواصلة تمثيل المنتخب الفرنسي على حساب الجزائري. وأفاد المصدر أن اللاعب لا يفكر حاليا في اللعب لمنتخب بلاده الأصلي، حيث تعود وصول والديه إلى مدينة البويرة شرقي العاصمة الجزائر، وقرر مواصلة العمل وتطوير مستواه برفقة فريق موناكو من أجل لفت انتباه ديشان وأخذ فرصته في المنتخب الأول في العام المقبل. ولا يعد كليوش اللاعب الوحيد من مزدوجي الجنسية الذين يريد الاتحاد الجزائري ضمهم للمنتخب الخضر، حيث يبرز نجم اولمبيك ليون ريان شرقي بقوة أيضا. وأفادت تقارير صحفي مؤخرا أن اللاعب قرر تمثيل الجزائر التي تعد بلاد والدته، وهو الذي يمثل حاليا المنتخب الفرنسي الأولمبي.